يا الله هذا ايش قاعد يسوي؟ اروح اقول لابوي هذا ايش قاعد يسوي؟ والله ملل. بابا شلونك؟ هلا حبيبي. بابا هذا ايش قاعد يسوي؟ منو؟ هذا حبيبي هذا السافل الحيوان سلوان موميكا، هذا يحرق القرآن على مود طول جنسية سويدية. افتهمت؟ اي. تقبل يحرق القرآن؟ لا. شفت الحيوان؟ اي. يحرق القرآن مع الأسف، والحكومة السويدية تحميه على مود يحرق القرآن. افتهمت؟ عوف هذا خيال وما لك شغل بيه، تمام؟ انا علمك شلون تحرق القرآن بسيطة. اخابر صديقي محمد يحضر لي الاعلام. الو. محمد هسه حضر لي اعلام مال السويد. خوش يلا باي. واخيرا جبت الاعلام، خل احرقهم على ما يصير كل واحد يحرق القرآن. على مصيرك هيك. نعم نعم للقرآن، نعم نعم للقرآن، كلا كلا للميمي، كلا كلا للميمي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا أيها العلماء يا أيها الحكماء، كتاب الله يحرق وأنتم صامتون. يا أيها الشرفاء يا أيها الأحياء، هل يوجد رد أم ماذا وما تنتظرون؟ انا اروح اقول لابويا. بابا حبيبي. حرقت علم السويد وسلوان مومي. كذاب، حرقت علم السويد وسلوان موميكا. والله انت بطل، يعني دافعت عن القرآن بشي بسيط. والله انت بطل، يعني تدري شنو تحتاج جائزة انت. يعني انت والله كفو وعاشت ايدك واللي سويته كلش حلو. يعني انه صارت القرآن وحرقت علم السويد وعلم سلوان موميكا، ذول السفل اللي يحرقون القرآن. انت تدري القرآن الكريم اذا وقع بالقاع تدري شو يصير؟ حرام عليك. وانه هم حرقوه، شوف الله شو راح يسوي فيه، شوف بيوم القيامة ايش راح يتعذب، ايش راح يصير بيه. هذا غلط غلطة، يعني غلطة مو طبيعية غلط. والله انت بطل لان حرقت علم السويد، حرقت صورة سلوان موميكا. والله انت بطل، وهاي التربية الصحيحة. عافية يا ابني، عافية. هيجي اريدك، يلا حبيبي، يلا عافية روح. والله الحمد لله هاي التربية الصحيحة، يدافعون عن الإسلام ويدافعون عن القرآن الكريم. والقرآن الكريم خط أحمر ما يصير يحرقوه ولا يتقربوا له. الحمد لله وبشكر، هي هاي التربية الصحيحة. لازم ندافع عن الوطن والدين الإسلامي. كلا كلا للباطل